السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يا حلوين فيديو جديد، فيديو بقى مشتريات رمضان. شوية بقى مشتريات كده بقى قمر قمر قمر، هيعجبوكم جدا بإذن الله. تابعي بقى معايا الفيديو ان شاء الله تستفيدي منه، وهقول لكم على كل حاجة جبتها منين، وهحاول اقول لكم كده الاسعار على قد ما افتكر. وهنعمل بقى تنسيقات كده مع بعض. الفيديوهات اللي جايه تحفه جدا جدا. تابعي بقى الفيديو عشان تستفيدي بقى. لو انت عروسه وبتجهزي هقولك على شويه افكار قمر كده زيك. اول حاجه بقى هقول لكم الحاجات بالترتيب كده جايباها منين. بصوا طقم التوابل القمر ده، انا زي بصوا مش طقم على بعضه، انا زي مجمعاه. بصوا الرسمه سيمبل قد ايه وتحفه وواسع جدا من جوه وحلو قوي. انا جايباه عشان هعمل تجديدات كده في المطبخ وهجدد، خاصه الكوفي كورنر عندي. ف جايباه. بصوا والله العظيم انا جايباه من قبل ما اولد، يعني بصوا كنت عايزه اعمل تجديدات والحاجات دي قبل الولاده، او على الولادة يعني. بس طبعا معرفتش لاني ولدت فجأة وكنت بقى يعني في دنيا تانية، فمعرفتش بقى. فقلت يلا خلينا اعمل التجديدات ديت على الحمد لله بقى جه وقتهم. بصوا انا بوريكم ان الطقم ده تقدروا تحطوه على الجنب اللي هو السادة خالص، وتقدروا كمان تحطوه على الجنب اللي هو المنقوش دوت، او اللي عليه الفلامينجو ديت. فيعني اقدر استخدمه، يعني لو زهقت من الشكل ده هحطه كده على الشكل التاني. بصوا انا عامله له كده تصور كده في دماغي، ان شاء الله احطه كده بيه هيبقى حلو جدا. ده انا كنت جايباه زي مجمعاه من سنتر شاهين، في المهرجان اللي بينزله اللي هو الصيني بالكيلو ده. عفوا. فكنت مجمعاه بقى من هناك، وكان سعره بقى يعني حاجه كده في الخيال، مش قادره اوصف لكم. كان سعره تقريبا الواحده كانت عامله 50 جنيه او حاجه، يعني التلاتة كانوا ب150 جنيه. فبقاله مثلا ده من الصيف اللي فات الصراحة، يعني ما دلوقتي بقى اصلا مش هتلاقوه موجود، وهتلاقوا سعره بقى 13 ضعف. فده كان اول حاجة جبتها من سنتر شاهين. ده كمان الطقم ده كنت جايباه برضو من سنتر شاهين. بصوا قمر، كنت جايباه في عروض البلاك فرايداي. برضو كنت حامل ويعني في الصيف، وجبته برضو كان عاجبني جدا وشيلته كده. قلت ايه، اعمل بقى في حاجات كده، البسبوسة بقى والكنافة كده على رمضان، واعمل فيه بقى صواني والحاجات بتاعة الايه رمضان الجميلة ديت. وشيلته برضو قلت ايه، يعني وانا حامل حرفيا كنت بعمل الاكل بتاع الاكلنا بالعافية، فما كنتش الصراحة بقدر ان انا اعمل حلويات ولا حركات ولا الكلام ده. فشيلته بقى قلت خليني كده اعمله لما اعمل فيه، يعني لما اعمل بقى تجديدات وحاجات كده حلوة زيكم. ده كان في العروض ب220 جنيه، 219 بالظبط، في العروض بتاعة البلاك فرايداي. بصوا انا هحطه زي ما هو كده في الكرتونة بتاعته، وهحتفظ بيه زي ما هو كده علشان احافظ على الازاز ما يتجرحش في بعضه. هحاول احافظ على الكرتونة على قد ما اقدر، وهشيله كده يعني كده زي ما هو في المطبخ. لو انت بقى عروسة وبتجهزي الطقم ده هيبقى حلو جدا جدا. انا جايبة، انا طبعا بجهز اختي في الفترة ديت. كل ما بنزل اجيب حاجة وحاجة تعجبني تكون ناقصاني الصراحة بجيبها. بس في الفترة الحالية اللي احنا فيها دي الصراحة ما بنجيبش اي حاجة، ولا ليا ولا لاختي، لان الاسعار بقت راكبة طيارة. فكنت بنزل اجيب لها، فكنت اي حاجة تعجبني كنت بجيب لنفسي وليها. بصوا ده بقى القمر ده من دولار جروب في النزهة الجديدة. لو كلكم طبعا بتسمعوا عن دولار والتوربيني والحاجات ديت، المحلات ديت كبيرة جدا. فرحت يعني النزهة الجديدة وجبت ده من دولار جروب. قمر 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 جميل جدا، عجبني قوي. طقم كده للتسالي بقى والحركات بتاعت رمضان والبلح بقى، تقدروا تستخدموه في البلح للتسالي، حاجات بقى على العيد البونبوني. لو انت عروسة بقى هتجيبيه برضو تستخدميه في حاجات كتير جدا. تقدروا بقى تحطوا فيه مثلا عاملة حاجة حلوة بسبوسة، تحطي فيه قطعة بسبوسة، تقدمي فيه اي حاجة. تقدمي فيه كمان على رمضان مثلا مقبلات، تحطي فيه سمبوسة في الاطباق الجانبية، مخلل، كل حاجة يعني. بس احنا طبعا مش هنستخدمه في الاكل، احنا هنستخدمه في المسليات بقى والحركات بتاعت التسالي والكلام ده. ده كان سعره 79 جنيه. اه يعني كان عامل حوالي 80 جنيه او حاجة زي كده. ده جبته بقى من النزهة. وايه تاني جبته، البوكس القمر، الباسكت الخوص. انا بصوا يا جماعة ادوني خوص، خيش،
الحاجات اللي هي من دي بعشقها، الخيوط، بعشق عامة الخيوط والحاجات ديت. بصوا بعمل له قلب، يعني ده حياتي، كان نفسي فيه من زمان جدا، وما كانش متاح قوي في اي مكان، كان بيبقى في ايكيا بس. وطبعا ايكيا بعيدة جدا، رحتها مرة واحدة الصراحة وما كانش موجود، وكان سعره الصراحة برضو غالي جدا في ايكيا. دلوقتي انتشر وبقى في كل مكان. بصوا بقى هغششكوا حاجة من الديكور اللي انا هعمله، او الكوفي كورنر الجديد اللي انا هعمله. آه، بصوا انا جايباه عشان كده، عشان هستخدمه في كذا حاجة. هو ينفع في الليفينج يتحط فيه كده ديكور في الليفينج على الترابيزة، ينفع في المطبخ، ينفع تقدمي فيه معجنات، ينفع تحطي فيه العيش، ينفع في كل حاجة يعني. بصوا عجبني جدا. بصوا انا كنت عاملة حاجة شبهه كده من الخيش علشان احط فيها، اعمل ركن الخشبيات ده، كنت عاملة زي كرتون كده، كنت عاملاه من الخيش بدل السبت ده. بس ايه، الحمد لله يعني ربنا اكرمني وجبته ده. كان هما بيبقوا 3 مقاسات مع بعض. ده المقاس الوسط. ده كنت جايباه من دولار جروب في النزهة الجديدة. كان ب100 جنيه تقريبا، لان التلاتة كانوا عاملين 300 جنيه. جبته ب100 جنيه او ب120، مش فاكرة، عشان هو ادهوني فرداني لوحده. طقم القمر ده بقى كنت جايباه من كازيون، عروض كازيون. بصوا الحاجات اللي هي من النزهة دي لسه جايباها من الفترة اللي فاتت يعني، انما بقية الحاجات دي كلها كنت جايباها من فترة كبيرة، من الصيف اللي فات. ده كنت جايباه من الصيف برضو من عروض كازيون. كان منزل كده عروض كازيون جنب بيتي. فبصوا دي زي كوبايات، هي مش كوبايات، هي تمشي. عارفين الكوبايات اللي هي بتتعمل كريمة وكنافة وفاكهة والحاجات دي؟ هو انا جايباه عشان استخدمه في كده، وفي نفس الوقت يمشي برضو كوباية حلوة قوي، ويمشي يتحط فيه رز بلبن، يتحط فيه حاجات كتير. انا كنت نفسي اجيب الاقصر شوية بس الصراحة ما لقيتش. وده كان نازل عرض برضو، كان بسعر خيالي يعني، كان تقريبا ب60 جنيه، والله ما فاكرة، ب60 او 55، حاجة كده في الحدود دي. برضو كان حلو قوي. وبرضو يعني كنت جايباه، قلت ايه حلو لرمضان بقى، للعزايم مش العزايم، الحلويات والحاجات ديت يعني. لو انت عازمه حد او كده، ولو انت عروسه هينفعك جدا. تعالوا بقى شوفوا بقى شويه الحاجات القمر اللي هعمل بيها تغييرات كده في المطبخ وديكور جديد كده. كان نفسي برضو اجيبها من زمان، وجيت عشان اطلبها من على الانستجرام يعني، من صفحة عشان تعملي الديكور ده. والله العظيم قالوا لي رقم خيالي، وانا لما جيت اشتريتهم جبتهم برضو من نزهة، من محل كده في النزهة تقريبا اسمه دبي. حلو قوي. جبتهم برضو برقم خيالي، بس مش خيالي غالي يعني، خيالي رخيص جدا. هما كانوا في الصفحة قالوا لي هيعملوا 350 او حاجة زي كده. كلمة بتاعت كيتشن وحاجات بتاعت الكوفي كورنر والحاجات ديت. قالوا لي والله العظيم ساعتها رقم يعني حاجة كده 300 400 علشان الديكور ده. انا جبته بكام بقى من دبي ده؟ جبته مش بكمل 50 جنيه، ب40 جنيه، ب45 حاجة كده، والله العظيم ما فاكرة يعني. كان ب35، كان ب35. بس كان برضو انا رحت يوم عروض حاجات في النزهة الجديدة يا جماعة، بصراحة تحفة. بس لازم تروحي في يوم يكون عرض يعني، يوم الجمعة خاصة بيعملوا عروض. فتروحي في ايام بيكونوا عاملين فيها عروض، ويكونوا منزلين بضاعة جديدة. ده كده خاص بالكوفي كورنر، وده خاص بالناحية البوتاجاز والكلام ده. هنعمل بقى تغييرات حلوة كده في المطبخ، وترتيب وتنظيم كده المشتريات دي كلها، وهنعمل ديكورات حلوة. الفيديوهات الجاية قوية جدا. لو وصلتي بقى معايا لهنا لحد هنا في الفيديو، اعملي لي لايك، عشان يا جماعة كل الناس اللي بتتفرج مش، بصوا بتلخبط ازاي. بصوا كل الناس اللي بتتفرج مش عاملة لايكات ومش مشتركة. طب ليه بتدخلوا تتفرجوا ونسبة المشاهدة بتبقى عالية؟ طب الناس ما بتتفرج مش بتشترك ليه؟ مش بتتفاعل وتعمل لايك ليه؟ مش عارفة. ما علينا. خلوني بقى اكمل لكم. جبت كمان البروازين دول. كان عندي الصراحة واحد ما كنتش برضو عرضته معاكم، وجبت واحد. دول جايباهم من جاليري الشيخ تركي اللي هو في درب البرابرة. الشيخ تركي خارب الدنيا الصراحة. بس برضو انا لما روحت ما لقيتش اغلب الحاجات اللي انا عايزاها، لان ما شاء الله عليه سحب جامد جامد، فالحاجات بتخلص. و... وانا كنت رايحة برضو في يوم ما كانش فيه عروض، او ما كانش فيه بضاعة كتير.
فالسبت البرواز دوت انا كنت جايباه ب25 الصغير وب35 الكبير. رحت جبت ده ب45 جنيه، ده الصغير، اصغر كمان من الحاجات اللي انا كنت جايباها. هعمل برضك، هخليهم برضو للمطبخ، هعمل ديكور برضك حلو كده في المطبخ. هيبقى ان شاء الله حلو جدا وهيعجبكم باذن الله. لو انت بقى عروسة بتجهزي تروحي فين او تجيبي شوية الكماليات والحاجات اللي هي الفينيشنج بتاع البيت، هنصحك بالشيخ تركي ده، انصحك بالنزهة الجديدة بس في ايام اللي هي عروض. ده رقمهم وده العنوان الناس اللي عايزة تروح. بصوا العتبة ليها ميزة، وضرب البرابرة الحتة دي يعني، والنزهة ليها ميزة. لو انتي مثلا بتجهزي وعايزة تروحي عايزة تجيبي الفينش بتاع الشقة والحاجات اللي هي كماليات قوي، تروحي النزهة. لو انتي بتجهزي حاجات تقيلة وعايزة حاجات المطبخ الأساسيات تروحي العتبة. ده الخلاصة يعني. جبت كمان ده من العتبة، جبت الفوم دوت علشان عايزة اكمل بقية المطبخ كده واعمل اكمل الصورة. وجبت كمان لفة الاستيكر دي، جبتها من العتبة، وللأسف جبتها اغلى من ما انا كنت. ده اللي ملزوق قدامكم على الرخامة، لو الناس سألتني عليه ده رخام ولا ستيكر، ده رخام، ده ستيكر يا جماعة. ده اللي ملزوق ده كنت جايباه البقرة فيها 5 متر ب50 جنيه، بس الصراحة بقاله شوية كتار، يعني بقاله مثلا داخل في سنة ونص. اللي انا بقى جايباه ده هو ب110. تخيلوا الفرق السعر، فرق رهيب رهيب رهيب. الغلا والجشع اللي بقت التجار فيه مش فاهمة ليه وازاي وجاي منين، بس ما تجيبي الحاجة بضعف تمنها ده يبقى حرام بصراحة، حرام. فجبت بقى الحاجات ديت، ودي كانت المشتريات بتاعتي. والحاجات القمر اللي هي اصلا بصراحة كان نفسي فيها حاجات منهم كتير، كان نفسي اجيبها، من ضمنهم الباسكت دوت، والحاجات الاناناسة والحاجات ديت كنت بشوفها وكانت عجباني جدا وكانت نفسي اجيبها. وجبت كمان الكاسة القمر دي كنت جايباها من هنا من عندي من محل برضو، كنت جايباها اللوجي، وقلت لو عجبتني هكمل بقية الطقم منها، فان شاء الله هجيب منها بقية الطقم علشان اقدم برضو فيها. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، ودي كانت مشترياتي القمر لرمضان. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه في اي حاجة، ولو اي حد عنده اي سؤال على اي حاجة يكتب لي في الكومنتات تحت وان شاء الله اجاوب عليه. وحطوا لي بقى لايك للفيديو واشتراك لو لسه مشتركتوش، واشوفكم باذن الله في فيديو جديد، ومع السلامة.